النهارده ان شاء الله هنعمل لكم شوربه لسان العصفور باسهل الطرق، مفيش احلى ولا اجمل من كده. معانا ماده دهنيه زي ما قلت، تشتغلي باللي انت حباه. نحط معلقه سمنه كبيره. طيب لسان العصفور قد ايه؟ لسان العصفور ملوش عيار لان هو ما بيتعيرش، لان طبعا احنا بنشربه. انا هعمل نص كيلو بيتشرب مع الشوربه، فما هوش عشان ما تخافيش منه، بس انا هقول لك ازاي تعمليه ويطلع معاك كويس. معانا مج لسان عصفور او بقى زي ما انت حابه بقى، شوفي انت عايزه قد ايه اعملي. طبعا هنشوحه معلقه السمنه، معلقه كبيره. طبعا بيتعمل بشوربه يعني ده الافضل. طب انت عايزه تعمله وما عندكش شوربه، ميه مغليه معاها مكعب مرق دجاج وتغليه مع بهاراتك بقى. انا طبعا عندي شوربه فهي فيها بهاراتها وحاجتها. كده هتشوحي لسان العصفور لحد ما يبقى لونه ذهبي، وبعد كده هوريك بقى التركيه اللي ما يشربش منك ويعجن. ازاي يعمل لسان العصفور يفضل جميل واحنا بنحط عليه الشوربه بتاعته. هوريك. بصي يا حبيبه قلبي، بصي يا حبايبي، اللسان العصفور خلاص كده خالص. بالراحه وطي عليه وبالراحه وانت بتحطي، وابعدي. لو عندك اطفال ووشك ابعدي عن الحاجات دي. مش هننزل بالشوربه كلها، هننزل بطبسيه واحده بس عليه، دقيقه واحده كده لحد ما يغلي. لما بيغلي كده هو خلاص خد السوائل اللي هو محتاجها. نحط طبسيه غلى اهو، هننزل بقى بالشوربه بتاعتنا كلها. خلاص هو كده ما عادش هيشرب لان هو خد كفايته. فكده ما يعجنش منك ولا يشرب الشوربه. زي ما قلت، اول ما يتحمر ونيجي نحط عليه الشوربه بتاعتنا هنحط طبسيه واحده بس، طبسيه شوربه واحده، وتستني لما يغلي دقيقه ياخد كل اللي هو محتاجه. بعد كده هننزل بالسوائل بتاعتنا كلها، الشوربه او الميه براحتك، بس قلنا هنحط ايه؟ طبسيه واحده بس عشان يطلع معاك جميل ويطلع مش معجن. طيب هتقولي لي بياخد عيار قد ايه؟ هو مش مالوش عيار. لسان العصفور شوربه احنا بنحطه في الشوربه. هتحطيه شوربه؟ لا، حط عليه شوربه كتير، يعني مثلا نحط عليه 3 طباصي 4 طباصي، هو بيقبل الشوربه لان انا عايزه اخد لسان العصفور مع الشوربه. انما بقى مش هنطبخه، لما اجي اطبخه ان شاء الله في حلقه هنطبخه زي اللي هو بتاع الافراح، وهنشوفه ان شاء الله. كده يا حبيبه قلبي خلاص هو كده استوى. حبايه زي ما هي لا معجنه ولا شاربه ميه زياده. ده من التبصيه الاولانيه اللي انا قلت عليها، نحطها الاول كده يا حبيبه قلبي بالهنا والشفا. كده جاهز للاكل. طبعا مستنيين طبعا اذان المغرب. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم بالف خير، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله مع قناه اميره حسن. سلام عليكم.